ضيفتي لنهار اليوم هي فنانة نقدروا نلقبوها بالفنانة المخضرمة لأنها عاصرت جيلين وبدأت مسارها في فترة أو في حقبة زمنية صعبة جدا، لكن هي كانت مثابرة وكانت عازمة أنه توصل صوتها عبر الغناء، وكما كان الحال وصلت صوتها وفنانتنا لنهار اليوم. راح تكون معنا نادية بارود، مرحبا بك. أهلا بك فريال، شكرا على الاستضافة. اوكي شوي اون فورم ولا كي عيانة ولا كي واجدة لي كيستيون تاع اليوم؟ لا واجدة. مرحبا بك في كتاب المشاهير. اذا نفهمك بكشيه ومشاهدينا اللي يلتحقوا بنا نقول لكم بلي كتاب المشاهير راح يكون كتاب كل فنان راح يكون حاضر معنا، وحنا عندنا كثير من المحاور. اليوم حنطرقوا 4 محاور في الكتاب تاعك اللي انت كتبتيه. دونك اليوم حتقولي لنا الحاجات اللي نعرفوهم عليك واللي ما نعرفوهمش، من بينهم الشهرة، العائلة، الطفولة، مرارة شهرة. ونبداو باول محور اللي هو الطفولة. اذا في كتاب المشاهير راح تحكي لي على الطفولة تاعك ونرجعوا لزمان وتحكي لنا كيفاش كانت الطفولة تاعك. يعني نقدر نلخصها لك انه طفولة الحمد لله سعيدة. كان في عائلة يعني بسيطة، اب وام واخوة الحمد لله. كنت انت البنت الوحيدة ولا عندك؟ انا اكبر. انا اكبرهم. الله يبارك. 6 إخوة وأنا أكبرهم، 5 بنات وولد. وهذه هي كانت طفولة نقدر نقول يعني، ولا كان فيها عنوان نقول كانت طفولة سعيدة الحمد لله. الحمد لله. كذلك الجانب الدراسي كان فات على ما يرام. كنت مجتهدة تحبي القراية؟ مجتهدة طبعا الحمد وشو هي لله. الحاجة ممكن أو الفترة الصعيبة اللي جات عليك في خلال فترة طفولتك زعما كنت تفكريها؟ والله الطفولة لا ما كانش يعني حاجات، لأنه فتنا في سنوات يعني كانت جميلة. باش ما ندخلكش في التفاصيل. السبعينات الثمانينات كانت يعني أحلى أيام عمري، ممكن نقول لك هي الطفولة. لأنه فاتت كما يجب، يعني طفولة عادية يعني خالية من حاجات اللي ممكن فهمتيني سلبية، خلينا نقول، ولا اللي ممكن تأثر على الطفل ولا يعني الحمد لله. يعني ما كانش عندك صدمات ولا حاجات اللي تشفي عليهم الطفولة إلى آخره؟ ما كانش عندك فقدان كطفلة؟ لا الحمد لله. الحمد لله. نعرفوا انه الاطفال او حتى الفنانين جينيرالمون يعني او اي شخص عنده حلم الطفوله. هل نادية كي كانت طفله كان عندك حلم انك تصيري فنانه ولا جا مع الوقت؟ هذه مع في البدايات يعني بديت نفيق غير كما بديت يعني توعي في اواخر الطفوله كبدايه كي دخلت الاكماليه اللي هو السيام. بديت يعني نوعى على نفسي ونكتشف انه راني نميل لواحد الميدان اللي هو الغناء. غناء الكثير ونغني في كل مناسبه. يعني هذه هي. ومن بعد لما كنت تغني كنت صغيره كنت نغني طبعا. شكون راح نزعج طبعا. هما في الدار العائله هما الاولين. بابا كان يسمعني بزاف وكان حتى يسجلني في هذوك الميني كاسيت هذوك. واصدقائي في الدراسه مازال عندك تسجيلات؟ والله راحوا كنت جبتينا. كان على عيني. يكون زعما بابا يكون زعما احتفظ بهم. للاسف ما احتفظناش بهم. ومن بعد العائله اللي هي في الدراسه يعني الأصدقاء الزملاء اللي كنت نكسر لهم راسهم دائما بالغناء. واش كانوا يقولوا لك في المجموعه الصوتيه؟ ادينا الاول ردة فعل تاع العائله تاعك ولا اصحابك لما اول مره اكتشفوا صوتك انه نادية تعرف تغني؟ الحمد لله يعني كان بزاف ثناء على صوتي. والدليل انه كنت ما كانش مجموعه صوتيه في ابتداء نقولوا في الابتدائي، حتى نقدر نقول في الابتدائي بداوا المدرسين يكتشفوا في هذيك يعني الموهبه هذه اللي عندي. وقلت لك الدليل انه كنت نشارك في كل حفله نهايه السنه. وتما اللي كنت يعني كان هو المسرح هو اللي تما كانت الانطلاقه تاعي طبعا. كنت ذكرتي انه انت اكبر بنت وعندك اخ وحيد. كيفاش كانت العلاقه تاعك وكيفاش كانت ادينا العلاقه نادية مع اخوها ومع العائله تاعها بعد ما كبرتي وصرتي يعني ماشي مراهقه وانما دخلتي ممكن في مجال الفن وكانت عندك اكسبيريونس عاونتيهم وكانوا هما مشجعينك؟ لانه اكبر. علاش ديجا
ركزت لك على كلمة أكبر. إحنا نعرفوا الكبير في العائلة هو اللي يكون مسؤول. يا أم تانية ولا أب تاني. وصدقيني أنا كنت الاثنين، لأنه أنا كنت كبيرة، وطبعا الظروف اللي كنا عايشينها إحنا كعائلات يعني جزائرية في هذاك الوقت كنا عائلة بسيطة. وبعد طبعا أنا كدور كبنت كبرى غير بديت يعني ندخل الميدان، وبديت طبعا الظروف يعني بدأت تتحسن ماديا. أقل شيء اللي كنت نقدمه طبعا لوالديا أنه لازم نوقف معهم، وهذا اللي صرا. الحمد لله علاقتي بزاف وطيدة مع خواتاتي ولا خويا، الحمد لله لحد الآن يعني العائلة هي الأساس. الحمد لله طبعا الحمد لله. طبعا إذا خط أحمر كما يقولوا. أكيد لازم. إذا ما الطفولة أكيد حنتكلموا على العائلة ونروحوا ونهضروا على محور ثاني. إذا بدون إطالة ما نطولوش، من الطفولة تمتم عائلة ومع ذاك الشغلة. إذا العائلة حبيت نقول ممكن معلومة اللي ما يعرفوهاش بزاف الناس، أنه أنت تتعاملي مع زوجك فنيا. ممكن معلومة مش كامل الناس يعرفوها. احكي لنا شوية على هذا مؤخرا، لأنه في بداياتي طبعا هو ما كنتش يعني كنت لوحدي. قبل ما نبدا بديت يعني مازال ما كونتش عائله. كان عندي طبعا ملحنين وكتاب كلمه نتعامل معهم، بدايها باستاذ كمال حمادي، فريد كزيم، عمرو عزوز، مزيان رشيد. بزاف تعاملت، خدمت مثلا نقولوا حزيه مع الاستاذ بوليفه الله يرحمه. يعني كان عندي الحظ باش نلاقي هاد العمالقه يعني تاع الفن في هذاك الوقت. كان عندي حظ كبير. وبعدين طبعا جات وقت باش طبعا كل امراه ولا تلتقي بنصفها الثاني. ايوه وتكوني عائلتك. احكي لنا جوستومون هنا قبل ما تحكي لي كيفاش كان الالتقاء، يعني كيفاش تلاقيتي به، كيفاش كانت بروميير امبريسيون. احكي لنا. هذه يعني ماشي متعوده باش نحكي اليوم عطينا معليش كتاب مشاهير باش الناس يعرفوا. يعني كان لقاء عفوي هكذا في مناسبه عائليه. يعني كما بزاف نظن يعني ما لقاكمش العمل، تلاقيتوا خارج؟ اوكي. لا كنا في مناسبه عائليه تلاقينا ومن بعد يعني العلاقه توطت باش، ومن بعد وصلنا نتيجه انه اصبحنا يعني ارتبطنا. وبعدين شوفي التعامل يعني فنيا جاء في مؤخرا، لانه قلت لك فقدت الشخص اللي كان يتعامل معايا يعني على مستوى الكلمات والالحان. وقلت لما لا، لانه هو يحب يكتب وعنده هذا الموهبه تاع الكتابه. يعني كان يدعمك بالمجال اللي يحبه هو. في البدايه هو اللي كان ينتقي معايا اكل مومون بديتوا تخدموا كيف بدينا مؤخرا. تقدري تقولي ابارتيغ دو هكاك في 2009 بدينا في الالبومات الاخيره. لانه هذه الالبومات الاخيره لانه من بعد خلاص الالبومات اندثرت، ولات خلاص ما عندهاش وجود. كان الالبوم الاخيره يا رقاز، ودوك رانا مع لي سينجل، مع يعني الاغاني المنفرده نخرج جديده كذلك معنا. تري بيان. اذا لو كان نرجع شويه بالزمن للوراء، نعرفوا انه انت في مرحله معينه في حياتك كنتي توقفتي، او كما نقولوا حنايا جبتي شويه عن الفن، ممكن لاسباب يعني اخترتي حياتك الشخصيه على حساب بوتات حياتك المهنيه. واش كان التاثير تاعها على فنك ولا على شغف تاعك تجاه الفن كي عاودتي رجعتي؟ شوفي كي تقرري باش تكوني عائله لازم تعرفي كيفاش نقولوا الاختيار يعني تاعك وين راح في الوقت الصح. في الوقت الصح. انه لازم في وقت ما لازم تختاري انه باش تكوني ماشي سهل، باش تتجمعي بين هنايا يعني بين الفن وانك ربة بيت وتكوني عائلة، خاصة يعني تروحي للغربة. يعني مش هنا في الجزائر وين أنا كنت أسمي هنا اللي عملته. أنت حاليا مازالت مستقرة؟ راني الآن حاليا طبعا مستقرة في إسبانيا، لكن مؤخرا خلاص بديت نتواجد، لأنه نقولوا العائلة خلاص بداو شوية كما يقولوا يجنحوا وحدهم. يعني الاطفال اللي كانوا اطفال دوك الحمد لله كبروا. كيفاش كانت التربيه تاعهم بين بلدين وانت كفنانه؟ لانه مش حيكون يعني عمري ما جبت روحي يعني كليا. كنت اكتفيت بالاعراس مثلا تاعنا، وصحيح انه ما كنتش متواجده يعني
باستمرار. هذا اللي كان شويه خلق هذاك التباعد بيني وبين الجمهور، لكن الحمد لله. تربيه بين اسبانيا والجزائر طبعا. كيفاش؟ لا والله نظن في اي مكان التربيه تبقى مسؤوليه قبل كل شيء، وقلت لك هذه هي اللي لازم تعطي لها وقت، وتعطي لها من وقتك، تعطي لها من كلش، من وجدانك يعني كامراه، ماشي سهل. حسيتي بالغربه كفنانه في البدايات لما كانت امكانيات قليله، ما كانش التليفون، ما كانش هذا التقارب، انه خلاص ولينا لي ريزو سوسيو يعني ولات كما قال العالم كامل ولا قاره واحده. كانت صعيبه شويه، تحسي انه راكي مغتربه، لكن الحمد لله كاين. حسيتي بمراره الغربه ممكن في الفتره الاولى من العشر سنين الاولى؟ 10 سنين وانت تحسي بالغربه؟ 10 سنين الاولى حسيت يعني، حتى بدات الامور، قلت لك بداو يكبروا الاطفال، وانا بديت رجعت شويه للميدان، بديت نرجع نحب يعني ندير واش نحب قد ما تقدري يعني بقدر المستطاع. هذه هي، وبعدين خلاص دوك. وكيفاش، او خلينا نقول لك، لو كان نقول لك وشنو هي اكثر حاجه خلاتك تحسي بالغربه انت كناديه، بما انه ضربتي 10 سنين كوميم سي با وي، وشنو الحاجه اللي كنتي توحشيها لو بلوس في بلادك ولا في فنك في الجزائر؟ اختاري انت، يا اما بلدك يا اما فنك، وشنو الاشياء اللي لو بلوس توحشتيهم؟ فنك طبعا، قلت لك الاسم كي يندار هنا، ومن بعد تروحي لتما تحسي روحك كانك غريبه، الناس ما تعرفكش، راكي في بلد غريب. حتى ولا قلت لهم انا فنانه، لكن طبعا ما راكيش قلت لك معروفه في هذاك البلد، فطبعا تكوني باللي تحسي باللي تشتاقي للميدان تاعك، تشتاقي زملائك والناس تعرفك والناس عائلتك حبابك. وطبعا ما نهضروش على العائله هذيك كما قال سي بما انه انت تاخذتي قرار انه تستقري في اسبانيا في هذيك الفتره، نعرفوا انه ممكن تخوف الاول اللي يجي لاي شخص يحب يتغرب او يروح يعيش في بلاد اخر، يقول لك انا لو كان نروح ونتلقى خبر يعني سيء على اشخاص. هل صارت لك ديجا؟ وكيفاش كانت لا التخوف تجربه موجود حتى لدرك؟ ما صارتلكش يعني انه تكوني بعيده وتقولي كون غير راني دوكاني في البلاد، جاك خبر وقلتي له كان دوكاني تم؟ نهار مرض فات الاب تاعي، فات فتره يعني صحيه شويه صعيبه في بدايه الالفينات، كانت صعيبه شويه، فوتنا احنا كعائله كبيره، لانه كنت مقسومه. علاش؟ لانه كان عندي بنتي في هذاك الوقت الكبيره، كاميليا ولا ميليسا؟ كانت اكيد تعرفي شكون فيهم؟ ميليسا كانت هي اول ابنائي، فكانت صعيبه انه تدي دورك كطفله، لازم تكون كأم يعني مع بنتك ولازم راهي عندها دراسه وعندها وتواجدك هنا في الجزائر. لكن عدت الفتره الصعيبه هذيك والحمد لله يعني على خير، وهذا اهم شيء. انا قولي بلي حبك لعائلتك خلاك تغني لميليسا وكاميليا، غنيتي لهم؟ غنيت لهم. واش غنيتي لهم؟ بدايتي غنيت لميليسا، لانه طبعا فرحه المراه باول ابنائها فرحه ما نقدرش نوصفها كي تصبحي ام. ممكن احلى حاجه ممكن تصرى للامراه، فطبعا عبرت على هذاك الشيء بفني وبالاغنيه ميليسا. وطبعا ومن بعد كي جات كاميليا كان لازم باش بيان سور سندخل لك كيفاش انا هي تغني لها انا ما تغنيليش، لازم تفرقي بيناتهم. عملنا ثاني اغنيه لكاميليا، وهذا وكي كبروا وعرفوا باللي ماماهم غنات لهم اغنيه، واش يقولوا لك؟ كانوا بعد كيفاش نقولوا لا كونكورونس بيناتهم، شكون الاغنيه اللي هي زعما حافظينهم يسمعوهم حافظينهم اكثر من دندني لنا وحده منهم. شوفي باش ما يقولوش انت خيرتي، انا نخير اسم ميليسا، باش ما يقولوش انت خيرتي هذه وهذه. ان شاء الله برك. او ميليسا ايلي ميليسا، العقل وديما غورم يتعسى، شفو اللي تكم سواكم، عزيز طفلي الفراق مو حليدم. او ميليسا ايلي ميليسا، هذا اللي قدرت. يعطيك الصحة.
يعطيك الصحه. تعبان على الاخر. ربي يحفظهم لك. يسلمك. خليني نقول لك، لو كان نعطيك سؤال، شكون هما الفنانين المفضلين ليك انتيا في الاغنيه الامازيغيه؟ والله كي بديت هكاك بداياتي معروف عليا انا كاع انه ليدور تاعي سي كريمه. كريمه طبعا نظريوها تاع الاغنيه المشهوره في ذاك الوقت سانزها، بصح نسمع كامل زملائنا كاع اصواتهم، الاصوات الجميله يعني تبهرني. وكامل كاين في الاصوات الرجاليه ما راحش نتردد نقول لك تكفاري ناس صوت بزاف يعجبني. وهذه والباقيه طبعا اصوات جميله عندنا الحمد لله يعني في الاغنيه. ودوك راكي تتبعي في الحاضر يعني الاشخاص او الفنانين اللي عم يغنيوا القبائلي؟ كاين بون غلاف والحمد لله، كاين اصوات جميله راهي جايه والحمد لله. انا حنسقسيك غير الاسئله اللي الناس عندهم الفضول باش يعرفوهم. بما انه انت فنانه مخضرمه يعني وعاصرتي جيلين، يعني عندك خبره اكثر باش تعطينا ممكن رايك يعني عادي، مش لازم تكون رأي شخصي، لكن فنيا مؤخرا أو في السنوات الأخيرة شفنا بلي الميديا اتجهت إلى الأغاني الأمازيغية والناس حبوها فيها. أنت واش رأيك في خلينا نقول الجيل الجديد باش يغني كما قلتي لا غولاف تاع الأغنية القبائلية؟ اكزاكتومون قلت لك كاين يعني أصوات جميلة قلت لك راهي جاية، وما راحش نذكر أسامي لأنه بالك نقولوا نظلم صوت على صوت، بصح كاين أصوات رجالية ونسائيه جميله جدا راهي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. وهذه هي، والباقي الفنانات حتى اللي ذكرت يعني ديالنا يعني فنانه مشروع فنانه يعني انه تكون مستقبلا ماهيش مشروع راهي دخلت في اللغه الامازيغيه يعني. طبعا هي ديجا امازيغ قبيليه الاصل يعني ولا اتجهت للاغنيه. يعني احنا كجزائريين انا مانيش ضد، ما عنديش حدود. اذا كان حتى انا غنيت بالعاصمي وبالقبايلي يعني الفن ما عندوش حدود وممكن لو كان يجيك فنان يعني من لا جينيراسيون جديده او من الجيل الصاعد من بينهم مثلا نيميديا او اي فنان اخر في البدايات تاعو، لو كان يجيو ليك باش يديروا معاك ديو، هل انت متفتحه باش تخدمي مع؟ طبعا انا كيما صرت لي شجعوني في الوقت وكنت في بداياتي وصغيره يعني بزاف، وصبت هاد الناس شجعوني وما ما نفروش مني كونتخير يعني بالعكس كانوا واقفين معايا. واني نقول لك اسامي يعني ثقيله يعني في هذاك الوقت. علاش احنا لازم راح نغلقوا الباب؟ اكيد انه راح نشجعوا، يبقى انه لازم يكون الموهبه طبعا تكون موجوده. ما راحش نشجع انا ندخل الميدان انسان ما عندوش علاقه. أكيد. انا ضد، لانه الدخلاء والله يكفينا دخلاء ويكفينا انه ثقافتنا في اي مجال كان، الغناء او الفن او تمثيل او حتى التقديم. اكيد لانه هذه ثقافتنا ونغيروا عليها. أكيد. وحابين يكونوا فيها ناس اللي فعلا يغوبريزونت يعني يمثلوا هذا احسن تمثيل، الشعب احسن تمثيل. فاذا كان طبعا اصوات في التمثيل ولا في الفن علاش ما نشجعوهمش؟ اكيد راح نوقفوه ورانا البيبان دائما مفتوحه لهم. سي بون سافوا هكا باش اللي يشوفوا فيك يعرفوا ممكن يكون عندهم أكيد. تردد او تخوف. لا كيف فتحتي لهم الباب؟ ما يتخوفوش. يعطيك الصحه. اذا مازلنا متواصلين معكم في كتاب المشاهير مع فنانتنا القديره نادية بارود، لكن بعد الفاصل. عودة لكم إذا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. مازال كتاب المشاهير متواصل ومازلنا مع الفنانة القديرة نادية بارود. نعاود نرحب بك من جديد. دوكا حنروحوا إلى محور جديد في الكتاب تاعك. حنا كتاب ما نجيبوه له من عندنا يا أخي، أنا واش نقولوا كاع سي فاليدي. بدون إطالة نروحوا إذا إلى الشهرة في حياتك. نعرفوا انه بداياتك نعاودوا نرجعوك شويه للزمن الجميل. بدايتك كانت خلال برنامج نجوم الغد. كيفاش كانت هاد التجربه؟ احكي لنا كيفاش كانت العائله تاعك، يعني كيفاش شجعوك وكيفاش كانوا خلينا نقول يساندوك في هذه المرحله من حياتك. صح اكيد انه الحمد لله يعني كان عندي الحظ باش يعني العائله متفاهمه في ذاك الوقت. كان زمن صعيب باش يعني البنت تخرج للميدان هذا، لكن الحمد لله العائله واولياء تاعي يعني ساندوني وقفوا معايا لحد اللحظه هذه اللي راني نحكي معاك فيها. لحد هذه اللحظه الحمد لله تشجيعات كلش مسانده كلش. هما بالك عندهم الفضل
فوش هو يعني وش في الاستمراريه تاعك في طبعا الفن. وش وصلت له الان. كانت فتره جد جميله ممكن في كتابك. خلينا نقولوا انه الكتاب اللي كتبتيه انت بيدك وتلاقيتي ممكن بشخصيات اللي اثروا عليك في حياتك واللي تبقاي دائما تفكريهم. كي نقول لك بشرى ومراد زيروني، كيفاش اثروا عليك؟ واش يكونوا لك هاد الشخصين؟ هما نقدر نقول زملائي في الخدمه انذاك، لكن دوكا رانا شغل عائله يعني بزاف. مراد خويا وبشرى اختي. يعني العلاقه قعدت كيما بدات وعطيتها جدا. وفي ذاك الوقت صح تقاسمنا كل هذاك السنوات اللي كانت صعيبه، يعني نعرفوا منو العشريه السوداء وكانت جميله في نفس الوقت. في نفس الوقت تعدات حلوه يعني بكل الصعوبات اللي كان فيها، لكن فوتناها حلوه لانه كان بدايه الشغل اللي كنا حابين وتمنينا باش نوصلوا ليه. كانت نكونوا دائما امام يعني يسلطوا علينا الاضواء وقدام الكاميرات وهذا اللي كان وتوصلوا يعني الفن تاعكم كل واحد بطريقته، كل واحد بطريقته، كل واحد باسلوبه. كي نقول لك الفن ونذكروا اول اصدار او اول البوم تاعك اللي صدر في 1993، انا نقول واو ديجا باش نبداو واو يعني ما شاء الله من 1993. وش يعني لك هذه السنه نحكيو فيها اليوم 2025؟ صح كانت بدايه يعني من قبل الخطوات الاولى كانت في الاذاعه. في اذاعه ناطقه باللغه القبائليه. كنت عملت تما جست في واحد البرنامج، لكن رسميا خرجت للجمهور بالاغاني. وكانت انا ذاك انطلاقه اذاعه البهجه من نشفه، كان انطلاقه على الالبوم الاول اللي درته وخرج للجمهور وتعرف على يعني صوتي والحمد لله بدات. من بعد هذيك هي الخطوه الاولى. وبعد يعني الخطوه الاولى كانت جد صعبه، لانه الفتره كما سبق وذكرتي كانت فتره جد صعيبه على الجزائر وخصوصا للفنانين. كي نقول لك يعني كي نفكروا ممكن لي تورني تاعك اللي كنت ديريهم او الالبوم كي بدات ناديه تتعرف في الجزائر وفي المجال الفني، يعني تشهرتي سي بون الناس لو يعرفوك الحمد لله. كيفاش اسكو كان عندك تخوف في هذيك الفتره بين قوسين كفنانه؟ هل كان عندك تخوف ممكن من المجهول، ممكن من تهديد ما او من لا والله ما نقدرش نقول لك هذاك الشيء. لا والله هذيك الفتره فوتها قلت لك بالرغم انه كان وقت صعب، لكن احنا بالك الصغر ما حسيناش وفوتنا اوقات حلوه بزاف. وهي شوفي بداياتي كانت احلى ايام يعني عمري، لانه طبعا كنت متحمسه وندير في حاجه نحبها. وهذه هي انا ما حسيتش تخوف والله. ما كاش في بعض الفترات طبعا كي كنا نشوفوا واش كان يعني يحدث حولنا اصداء يعني باش ما نرجعوش نزيدوا نذكروا بهذاك لكن نرجع انه كنت نقدم حاجه نحبها والله ما كنت مقتنعه بها كنت نشوف غير هذاك الشيء، ما كنتش نشوف حاجه واحده اخرى. نادية لو كان نقول لك ممكن مرة أخرى ممكن المشاهدين ماشي كامل يعرفوا هذه المعلومة، لكن أنت قبل ما نعرفوك احنا في المجال الفني كنت أستاذة لغة عربية وكانت عندك الموهبة في هذاك الوقت. هل تلاميذ تاعك كنت تغني لهم؟ لا طبعا. هل كانوا على بالهم بلي تغني؟ طبعا لا يسمعونا. كيفاش كانت العلاقة تاعك مع التلاميذ وكيفاش كانت الاكسبيريونس تاع التعليم؟ جيدة، لكن كانت تجربة ثانية جميلة بزاف، لأنه بعد التخرج مباشرة الأولياء على بالك سيرتو يما قالت لك نو ني با كيستيون لازم ديري حاجة اللي طبعا لأنه الفن يعني في هذاك الوقت ولا هذا الوقت ما كانش مضمون يعني 100% انه يدير لك مدخول اللي ممكن تعيشي منه. فكان لازم طبعا سنين تاع الجامعه والدراسه ما يروحوش هكذاك. فطيت انه قدمت روحي في مجال التعليم وقضيت سنوات جميله مع تلاميذ في ذاك الوقت. وصح كانوا يقولوا لي استاذه راكي تجينا ما تشبهيش كيف تجي في التلفزيون، خاصه البنات كانوا يحبوا يشوفوني يعني كيما يشوفوني طبعا هذه شيء مستحيل. يعني كنت تفصلي كنت عايشه حياتين يعني طبعا تماما حياتي الفنيه يعني وتخرجي تولي استاذه لغه عربيه.
يعني في مكان العمل كنت الأستاذة أكيد، وبرا طبعا نرجع لحياتي اللي هي الحياة الفنية. ما صارك حتى موقف طريف هكا تقدري تحكيه لنا في فترة اللي كنت تعلمي فيها يعني مع التلاميذ؟ شوفي مرة كنا قدمنا أوبرات حزية، هذه كنت حكيتها باش ولا حكيتها له ولا بالك أول مرة. أوبرات حزية، وكان لازم ننتجوها، يعني كنا قدموها بزاف في دول عربية كان عندها صدى في هذاك الوقت، وكنا مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام. فكان جات فترة كان لازم نتنقلوا للقاهرة أظن ولا الأردن، يعني ما خانتش مانيش متذكرة بالضبط. فطبعا ما حبيتش ندخل في التفاصيل مع المدير، قدمت كيفاش نقول مالادي وخلاص على باله بلي انا. لكن قلت لك بالرغم انه فصلت حياتي المهنيه على ما كنتش قلت لك داخل يعني في المؤسسات تدخلي كأستاذة ما نحبش تهضروش معايا ابار الزملاء اللي كنت نسمح لهم شويه، زملاء في الماده. يعني كنت صارمه في المؤسسه التعليميه؟ لا كنت صارمه. المدير ما كانت العلاقه تاع مدير واستاذه، علاقه رسميه جدا. جات الفتره تاع اخبار في هذاك الوقت، طبعا كان قلت لك اسبوع ثقافي يعني مهم، فطبعا التغطيه كانت مهمه، وجزنا في اخبار الثامنه والرئيسيه. فشافني يرجي الاجتماع يقول لهم والله الاستاذه مع العلم انه انت حطيته. قال لي والله كنا حنايا نساندوا الفنانين، وكان جات قالت باللي رايحه وراح تمثل الجزائر في كذا. فقال له يعني مره اخرى من بعد تلاقاني قال لي استاذه واش بيك، احنا نساندوا الفنانين وحنا رانا معاكم تمثلونا، ندعموك. مره اخرى ما تحتاجيش باش زعما. قلت له لا انا كنت يعني ضمنت حقوقي وما حبيتش يعني بروتوكول وخلاص. ويقول لهم وانا شفتها في الاخبار، هي تقول مالادي وهي راهي في جو اخر. كنت تمثلي الجزائر في بلد اخر. يعطيك الصحه. لازم نكون طبعا. الان بعد مرور 32 سنه 32 سنه ينطقها غير الفم، يعني كي تقولي 32 سنه كيفاش يكون الصدى ديجا عليك؟ وقولي لي واش تغير ممكن انت كنظره فنانه اللي كاع نعاودوا نقولوا بليك انت فنانه مخضرمه، كيفاش تشوفي الفن عبر هذه 32 سنه؟ كيفاش تقارنيه بين وقتك والوقت الحالي اللي راهو دوكا فنيا؟ والله مش انا اللي راني نقول، بصفه يعني بصفه عامه نشوف دوكا عبر يعني مواقع التواصل انه الناس تثني على بالك ماشي من جيلي حتى الجيل اللي راهم كانوا شويه اقرب للجيل يعني التسعينات، وكاع يقول لك انه الزمن تاعنا زمن جميل يسموه، وانا نزيد نسمي الزمن اللي سبقني زمن اجمل. فما على باليش ولا كان رانا في هذاك في القاعده هذيك انه اليامات اللي يروحوا دائما يعني اجمل من اللي جايين. يعني اسفه نقول هذا الشيء، يعني حابه نكون. وشنو السبب بالنسبه لك؟ ممكن واش يقدر يكون؟ بالك احنا كنا في هذاك الوقت طبعا احنا شباب وكنا متحمسين. هل هي مشكله ذوق المستهلك ولا الفنان ولا الاثنين؟ تغيرت الامور. الان طبعا لكل وقت اذان وكما يقولوا جيل. انا مانيش ضد انه دوكا ظهرت بزاف اشياء اللي هي مليحه لينا ثقافتنا، لكن في نفس الوقت راحت بزاف، راحت واحد البنه يعني هكذا ولا الغناء راحت واحد البنه اللي ما وليناش النكهه هذيك اللي هي البنه. اذا كذا احنا من الجيل يقول لك على اللي تلاقاه دوكا بالك من عمري يقول لك يا حسرة على هذاك الوقت. البنه ماشي. والجيل تاع درك طبعا ما راش يقدر يقارن لانه ما عاش هذيك اللي يلحق بها يقول لك زمن جميل. انا ان شاء الله هذا الجيل راح يخلق زمن ليه ويكون قد المسؤوليه، وان شاء الله اللي يجيو وموراهم يزيد يقول انه فعلا، وهذه هي سنه الحياه. أكيد. لكن تبقى أنا اللي مريت بها كان احسن ايام الحمد لله عمري. وبالنسبه للاغنيه القبائليه كيفاش تشوفيها اليوم؟ الحمد لله يعني فنيا في صحيا نقولوا راهي في حاله جيده. الحمد لله كاين بون غولاف، كاين ناس يعني اصوات جميله جايه، اصوات رائعه ان شاء الله برك ياخذوها كما قال، تاخذ تصيب اليد
اللي تمشيها اللي على الطريق تساعدها وتساعدها، وهما تاني يحوصوا تاني يقدموا الأحسن ويحوصوا هذا الدعم ويسمعوا شوية اللي فاتوهم. يعني نشوف إنه ويبدعوا أكثر، لأنه أنا نشوف راهم داخلين في مود الإعادات هذه اللي ممكن تكون تعجبك وتنبهري بها، لأنه طبعا راهو أغاني جميلة تاع عمالقة أكيد. بصح ومن بعد ما تنساوش انه هما داروا وقت وحنا درنا وقتنا، لكن يبقى انه انت ثاني لازم تخلي البصمه تاعك. دائما نقولها يعني كنصيحه للشباب، لازم توضع البصمه تاعك وتواصل في طريقك باش توضع انت ثاني مسار تاعك واسمك ثاني يكتب في كتاب اذا صح المشاهير. ان شاء الله. اذا نادية، حبيت عندي سؤال اخر. كي نقول لك اسماوات، حنعطيك اسمين كي تتفكريهم قولي لي واش يعنيوا لك على صعيد الفني والشخصي. كي نقول لك الراحل علي كاتشو والياس الطايفي. سمحي لي، احنا نقدروا دموعك وسمحي لي، ماشي غرض تاعنا انه نبكيوك، لكن احنا في كتاب المشاهير دائما نحبوا نسلطوا الضوء على الفنانين العزاز على الجمهور الجزائري، واللي يبقى اسمهم دائما خالد في كتاب الشهرة الجزائري. بما انه انت اليوم حاضره معنا، صح، لانه نكرموهم بذكر اسماواتهم، صح، نذكروهم ونترحموا عليهم في هذه الحصه. علاش هذوما بداياتي، صح. قلتي لي علي وقلتي لي، قلت لك علي كاتشو والياس الطايفي. والياس الطايفي مع علي يعني عرفنا الحادثه اللي راح فيها الياس الطايفي باغنيه، دار اغنيه مشهوره، كان بدا الشهره يعني انفجر بهكذا بسرعه بالاغنيه تاعو. ومن بعد مع علي كنا احنا مالك انا ومراد زيروني يعني احنا اللي كنا معروضين العرس زواجه يعني. وانت يا عباك علاش صابتني شويه صدمه، لانه من بعد سمانه اسبوع برك بعد زواجه نتفاجعوا يعني بهذاك الخبر، وفاته بعودته من السفر تاعو والزوجه تاعو. وعلي كان معنا، عليه ثاني كان حاضر، وزيد عليه سنوات من بعد نفقدوه. وكذلك بحادث السير للاسف، حوادث السير هذه دات لنا بزاف ناس عزاز علينا. واش عندك لي بون سوفونير عليهم؟ احنا نترحموا عليهم ونطلبوا المشاهدين ايضا يترحموا عليهم. بزاف لي سوفونير، لي تورني. الياس كان بزاف كيفاش نقولوا بون فيفون، ماشوش بون فيفون، كان رائع، كان طيب خلوق. وعلي كيف يعني كان يعني خدا الأغنية الشاوية في طريق يعني نشوفوه ونسمعوه حتى يعني يعرفوا الجمهور، ماشي أنا راح نحكي عليه، لكن كإنسان يعني كان طيب، كان مليح يعني كما يقولوا صاحب صاحبه كما يقولوا. وهذه هي سنة الحياة كما نقولوا. احنا فقدناهم وعندي يعني صور يعني تزيد كل ما نشوفها نتذكر، لأنه كان حتى نذكر العام 97 فقدناه الياس، زواجه أسبوع بعد زواجه. نترحموا عليهم ونقولوا إن شاء الله كما يقولوا البركة بالك في الكل ما خلاو، وخلاونا كذلك بصمة في الأغنية، سواء الصيفية ولا الأغنية الشاوية. وهذه يعطيك الصحة. أنت أيضا مثلتي ومازالتي تمثلي الجزائر أحسن تمثيل، ومثلتي الجزائر في عدة بلدان عربية. واش كانت تمثل لك هذه التجربة وهذا الصدى أنه فنانة ترفدي إعلامك في بلد آخر وتمثلي الجزائر أحسن تمثيل بطريقتك الخاصة اللي هي الغناء؟ واش يمثل لك هذا الشيء؟ فخر طبعا، علمنا على بالك تكوني جزائرية عندك ديجا فخر هكذا، فيختي نحسوها عند كاع الجزائريين. لكن عندما تروحي هكذا في بلدان الناس وتقدمي حاجه ويكون فخر كما يقولوا مضروب في الاف. علاش؟ لانه تحسي تما تبكي، تحسي بوطنيتك، تحسي بهذاك الانتماء اللي ما يقدرش يحسوا بالك. عندنا حاجه اباغ حنا الجزائريين، وكاع على بالهم هذا الشيء. هذه هي. والناس كاع دوك راهي تشهد لنا يعني الشعوب الاخرى، يقول لك كاين شيء في الجزائريين
ماشي موجوده شعوب اول صفه يذكروها في الجزائري انه عنده لا فيغتي. لا فيغتي وهذيك الوطنيه الزايده عنده اللي تخليه دائما رافع راسه. الحمد لله ان شاء الله. احنا دائما ان شاء الله نبقاو رافعين راسنا ونرفعوا رايه بلادنا في جميع المحافل الدوليه وفي جميع المجالات. اكيد. مازال كي متواصله معنا ومازال كي باقيه معايا لانه مازال البرنامج متواصل. مازال عندي اسئله لك. مشاهدينا ما تروحوا حتى بلاصه، نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا لكم. عودة لكم إذا مشاهدينا، ما زلنا متواصلين عبر قناتكم النهار، برنامجكم كتاب المشاهير، وبدون إطالة ما زلنا مع الفنانة القديرة نادية بارود. ونروح الآن إلى سؤال آخر. هكي واجدة؟ يلا صح. إذا على بالنا باللي كنتي غبتي على التمثيل مدة 15 سنة. 14 إذا هكذاك قريب. 2025 نحسبوها تولي 15. صح. والعودة تاعك رجعتي عبر مسلسل الفراق بعد انقطاع اللي كان طال لمدة سنوات. قبل ما نحكيو على أسباب الانقطاع إلى آخره، احكي لنا شوية على دورك في هذا المسلسل وكيفاش جاتك يعني فكرة العودة. ابدأي لي بدورك في المسلسل مبدئيا. أنا فكرة متواجدة عندي أنا، يعني ماشي أنا اللي غبت. دائما يقولوها بزاف فنانين، حنا دائما نقولوا أنا متواجدين، لكن ما صادفش إنه ممكن مخرجين ما شافوكش في أدوار معينة ولا هكذا. فصادف إنه السيد يوسف محساس هو اللي فكر يعني فيها. فاتصل بيا وشفت يعني بعث لي السيناريو والدور تاعي اللي كان. واسمك في المسلسل؟ لويزا. لويزا. لعبت دور لويزا في المسلسل، اللي هي العائلة اللي تاخذ يعني اللي تاخذ مسؤولية مريم اللي هي هيفاء رحيم، يعني اللي قامت بأكثر بطولة في المسلسل هذا. والناس حبوا بزاف هذا المسلسل وشافوه في الأشهر الماضية. يكونوا شافوه إن شاء الله يكون نال إعجابهم. وهذه وقدمنا لهم، رجعنا شوية الدراما القديمة اللي كانوا يحبوها بزاف الجمهور، وكانت فيه لمبة يعني تاع العائلة. إن شاء الله يكون عجبهم. الناس اللي ما شافوش المسلسل، كيفاش كان الدور تاعك؟ كنت يعني وين نقدروا نصنفوا؟ دور العاقلة القبيحة؟ لا العاقلة تماما. يعني كنت حابة يعني احنا على بالنا شفناه المسلسل، لكن ربما كاين اللي ما شافوش. أنا كنت دوري يعني امرأة تاع البيت، عندها أولاد، يعني الجزائرية، ربة منزل عادية، ربة منزل هكا الجزائرية اللي هي معظم الجزائريات. يعني دور راح بالك كل واحد كل امرأة جزائرية سيدونتيفي، يعني تصيب صورة مثلا نعبرها يعني في هذا الدور. وهذه هي يعني كان دور تجربة كانت جميلة. حبيتي جميلة فترة التصوير؟ عودة لبلاطوهات التصوير كان بزاف حمسني، ولقائي بالممثلين. كنت لقيت يعني ممثلين اللي كنت نعرفهم قبل، لكن أول مرة ممكن نتعامل معاهم. كان يعني لما كنتي قريبة أكثر في التصوير في فترة التصوير اللي قمتي بها؟ روحها هيفاء، لأنه كانت بزاف هي معايا في هيفاء رحيم، وطبعا اللي يلعب زوج تاع ايوب عمريش، نحييهم بالمناسبه، اكيد نوجه لهم تحيه. وكانوا عندي بيان سور عندي اطفالي، كانت ليديا شبوط، وكان محمد بن داود، اكيد، وشويه لقاءات هكا بعض اللقطات مع فنانين واحد اخرين، خالد بن عيسى، يعني كان يعني جو رائع الحمد لله. يعني حبيتي يعني التجربة؟ حبيت جميل الحمد لله. إذا مشاهدينا احنا نقول لكم اللي ما شفتوش المسلسل مازال تقدروا تشوفوه أكيد عبر قناة اليوتيوب، حتلقاوه أكيد. إذا من الشهرة، من العائلة، من الطفولة، الآن راح نديك إلى مرارة الشهرة، لأنه كل حاجة جميلة عندها، كل جانب جميل عنده جانب سيء. نحكيو على مرارة الشهرة بالنسبة ليك، ولو كان نقول لك اوصفي لنا مسارك الفني اللي دام 32 سنة وطول ربي يطول في عمرك إن شاء الله ونشوفوك أكثر، قوليهم لي في كلمات واش تقدري تقولي لي؟ نحكيو على واش يعني؟ نعطيك روحي نسهل لك 5 كلمات. 32 سنة قوليها لي في 5 كلمات. فيما يخص السلبيات يعني؟ لا تي خيري اكيد. الشهرة، المرارة.
في الطريق هذا تاع في 32 سنة من الشهرة أكيد كان عندك مراحل وعقبات صعبة جدا، ممكن اللي الناس ما على بالهمش بها، مش لازم تحكي لنا عليهم، ولكن كاين أكيد على الجانب ممكن النفسي الشخصي. بدون ذكر تفاصيل، أعطي لي كلمات. شهرة لأنه صح عندها سلاح ذو حدين كما يقولوا، يعني مليح أنك تكوني مشهورة، لكن من بعد يلعب على النفسية تاعك أنك تكوني مثلا مش هل حرة، تأثرتي مش بصحتك حرة، النفسية؟ تحدد شوية الحرية تاعك. صحتك النفسية تأثرت من الشهرة؟ طبعا كيفاش تتأثر. تأثرتي؟ لانه بزاف نشوفوا الفنانين او حتى ممكن يعني أثر الجمهور لما- ما يعرفوش الجانب هذا، انه الفنان او اي انسان مشهور عنده يعني شخصيه حساسه ويتاثر طبعاً أي نفسيا فنان في الصحه حساس. النفسيه. صح. مهم. اي فنان احكي لنا. حس، لانه الشهرة في البدايه كي تحمسي طبعا خلاص كي درتي الاسم هذاك وعملتي يعني كل شيء جميل، تنبهروا تنبهري، تديك شويه هذاك الطيار هذاك اضواء والاضواء، ومن بعد كاين حاجات يعني ماشي تعرفي عليها، لازم شغل تجوزي عليها. تجوزي عليها. من بين هي هذه تعرفي، الاشياء قلت لك الحريه، ان تتحدد شويه الحريه تاعك في في القيام بعض الامور مثلا خارج البيت. يعني ما أشياء كنتيش تحسي حنايا- روحك حره. ما تحسيش روحك حره، لانه كان خاصه الان يعني اكثر شيء، لانه بالك في البدايات مواقع التواصل الاجتماعي شويه كاين حاجات انت ما يغفروها لكش كفنانه مثلا، تحسي روحك انه الحاجات البسيطه اللي تحبيها انت، مثلا انا نحب امور بسيطه نقوم بها مثلا في الحياه اليوميه. صارت لك ديجا خرج. حاجه ما غفرولكش كفنانه في الماضي ممكن، او لا حاجه اللي تشفاي عليها ممكن او لا؟ لا ماشي مهنيا ما كانش يعني حاجه تاني، نقول لك في تعاملي مع مثلا الجمهور، مع يعني الجمهور. التحدث. انا احكي على الجمهور. ما كانش يعني الحمد لله، يعني في المسيره تاعي اللي حاجات اللي ما فروها ليش ممكن يقول لك ما كيش متواجده، لكن قلت لك تحدد من الحريه تاعك. اماكن تحبي مثلا تزوريها، تحبي تروحي ليها، ما تاخديش حريتك. كانسان هما خادين فكره مثلا على الفن الجزائري انه كما نقولوا كفنانين الشرق مثلا، وانت تكوني بسيطه مثلا في تعاملك، انه ما عندكش ممكن امكانيات، وشفناها حتى نتكلم على فنانين واحد اخرين، فيكون نوع من انقاص القيمه، لانك مثلا ماشي على مستوى تاع ماشي نفس مستوى فنانين اخرين، يعني ما تقدريش تعيشي يومياتك. بما انه تطرقتي لهذه النقطه، اسمحي لي، لكن باش توضحي للمشاهدين اللي ما على بالهمش بهذه النقطه، قلتي انه يكون دائما مقارنه بين الفنان الجزائري والفنانين العرب، خلينا نقولوا، لانه ماشي نفس انتم كفنانين تعرفوا، لكن الجمهور ما يعرفش. هل انت كجزائريه، فنانه جزائريه، حققتي اريحيه ماديه من الفن؟ طبعا لديها شيء ما نقدرش ننكره. بدايه راح نقول لك بالرغم انه كنت نشتغل، لكن الفن مد لي الكثير، ما راحش ننكر. قال لك ناكر الخير عرفوا، ماشي ما نقدرش نقول لك هنا انه الاريحيه، والحمد لله قدرت ندير بزاف يعني. حققتي ثروه، لانه الناس يقول لك الفنان سمع تاريخ، هذا هو اللي حبيت نوصل له، انه الثروه الطائله هذيك اللي الناس والجمهور حطها في باله. وشنو هي الثروه اللي لا حب الناس بالنسبه لك؟ كانت شوفي محبه الناس اكثر شيء، انه كي تصيبي ديري حاجه اللي تحبيها اول شيء، لانه في البدايه كاع كي تروحي باش تقدمي على شيء كيما هذا، سواء الموهبه تاعك انك تدخلي ديري في اي مجال، ديري حاجه تحبيها، يخلق لك واحد الساتيسفاكسيون، يعني البهجه هكذا في روحك انت، تحسيها غير يحسها غير اللي يعيشها ماشي برك في الفن، في اي مجال. اي انسان يقوم بحاجه اللي يحبها، هذه الاولى. زيد انه كي تعطيك المقابل طبعا هو اكيد اونكور ميو، احسن من الحسن الى الاحسن. لكن الفكره اللي عنده الجمهور علينا انه فنانين لاباس غارقين في الكونت بانكير تاعهم غارقين في الاسمو، هذا اللي لازم صح او ماشي صح؟ لا طبعا ماشي صح. طبعا ماشي صح. دليل انه كاين فنانين في عزله تامه وماتوا، واحد ما سمع بهم، وفي فقر يعني في الحضيض، يعني مازال حتى الان
الناس المهمشه ما كانش مش صايبه، يعني ماشي هنا باش نحكيو على مأساة الفنان، ما نظنش انا راح نحكي عليها اكيد. لكن يبقى انه الفن قلت لك يعطيك واحد الاريحيه اللي تكوني في غنى على يعني انه تكوني عندك واحد حريه ماديه واستقلاليه ماليه. طبعا هذا شيء مفروغ منه. نادية، احنا الاسئله هادو كامل ناخذوا بعين الاعتبار المشاهدين وحتى الجمهور، وشنو هما الاسئله اللي يتراودوا بيناتهم صح. يعني هادو اسئله مش احنا نجيبوهم ولا وانت على بالك، وانا نشوفوا المشاهد واش يحب يعرف. يقول لك هل اكتسبت دار بالفن؟ هل شرت عقار باموال الفن؟ هل رصيد البنكي تاعها معمر لاباس به؟ هذا السؤال ماشي تاعي، تاع الجمهور. لا نظن انا شوفي مش فنيا، انا ما تحكيش كسعيد شخصي. فنيا نظن كل واحد يدير عمل، يتوظف ولا اذا كان مجتهد ويخدم وعنده كما يقولوا الراي كما يقولوا، اكيد انه راح توصلي لمرحله ما انه على الاقل منزل ولا عقل. نظن اكيد نعم، لانه انا ما كنت فقط فنانه، كنت يعني موظفه عندنا في الدوله. الحمد لله قدرت بالاداره الجيده يعني الاموال اللي ما كانتش طائله، لانه في هذاك الوقت اذا كان نحسبوا يعني بالحسابه ما كانش نقول لك على الكاشي اللي كنا احنا ناخذوه في هذاك الاوقات. هذاك الوقت تضحكي ممكن شوفي كنت نروح لبلدان الناس ونمثل الجزائر ودي كاشي فريمون. عطينا رقم هكا باش الناس في هذاك الوقت يعرفوا. كنا اللي بدينا دي كاشي والله بدينا معينا ب 500 دينار، بدينا ب 2000 دينار، بدينا في هذاك الوقت تعينات لحاجات اللي لكن الاداره يعني رشيده للانسان. الثقافه الماديه تسيير الاموال هذه ماشي اموال طائله اللي كان يحط الجمهور انه هكا باش لو يسمعها يعني الارقام ولا المبالغ لو يسمع فيها الان ممكن. لكن في هذاك الوقت انا نقول لك الفنانين لكن قدرنا الحمد لله يعني قلنا بالاستمراريه والمثابره كأي انسان دار عمل وخبى وقدر يدير حاجات نفسه. هذه اكيد. احنا ماذا بينا كنا نزيدوا نطوروا، لكن ساعه ما بقى لها غير نص. نعاودوا نرجعوا فقط مشاهدينا اللي التحقوا بنا الان، نقول لكم بروفيتيو من هذه الكيستيون اللي بقاو، ونبروفيتيو اكيد نغتنموا الفرصه انه الفنانه القديره نادية بارود مازال كي حاضره معنا، وانا شخصيا كان لي شرف انه استضفتك اليوم في اول عدد. شرف ليا. يعيشك. اذا بدايتك مع الفن انت بديتي فنانه صغيره، يعني كبرتي في المجال الفني صح، وقابلتي بزاف ناس وكانوا ليك عده خلينا نقولوا اكسبيرينس يعني كبيره مع الفن. وشنو هي الحاجه اللي تقدري تفكريها في نادية صغيره فنيا؟ حاجه هكا هذاك الوقت اللي يعني كنت حبتها كي عشتها. فوالا حاجه اللي تفكريها، او خلينا نقول لك بدلوا سؤال، تضحيات اللي قامت بها نادية في مجالها الفني، لانه اكيد قدمتي تضحيات باش اليوم مازالك مستمره في هذا المجال اللي هو جد جد صعب الناس اللي ما يعرفوش. وشنو هما التضحيات اللي قدمتيهم باش كملتي لهذا الوقت خاصه كامراه؟ شوفي بيان سور كاين فرق بين فنان طبعا بين امراه ورجل. المرأة كما قال دي مومون وين لازم تسافري، عدم تواجدك مثلا في مواعيد هكا خاصه اللي لازم هي ومهمه تاع العائله تاعك ما تكونيش لي زانيفرسير تاع لي زانفون ولا يعني كاين بعض التضحيات اللي ممكن ما يقدرش يقدمها انسان واحد اخر الا الفنان، لانه مرتبط بجمهوره ويكون عندك مواعيد مثلا لازم تكوني فيها، لانه سي ان كونترا مورال، سي ديري عقد مع انسان ولا لازم تلتزمي به. ففي هذه صارت لك ديجا يعني عطيتي نقولوا عيد ميلاد واحد اقارب او عرس؟ طبعا او بنتك ممكن طبعا ان شاء الله بيان سور دي زانيفرسير يعني حاجات في المدرسه مهمه لانه انا تعاقدت ولازم نخرج ولازم نسافر. فهذا كاع الفنان شويه تلعب على النفسيه تاعو. كانوا يزعفوا منك كما تحضري لهمش؟ طبعا شويه هكذا. كيفاش تراضيهم؟ يتفهموا. لا نراضيهم تغني لهم؟ لا نراضيهم وبعد كي تعرفيهم
الابناء كيفاش تجي كاين طريقه هكذا تراضيهم بها ومن بعد يتفهموا، من بعد يولوا اكيد يتفهموا يلينوا. كيما دوكا واش عملنا كاع مثلا قبل الفتره اللي غبت فيها في التصوير 3 شهور ولا اكثر باش تكوني في التصوير وتخلي يعني، لكن الحمد لله كاين مساعده، دعم من الزوج ودعم من العائله ككل يخليك انه تقولي الحمد لله. انا محظوظه عندي ناس متفاهمه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وحنا قبل ما نلحقوا لنهايه هذا الكتاب نقول لك انه انت ناديه في عديد من المناسبات كنت قلتي انه كاين دخلاء في المجال الفني. اعطينا رايك في هذا الخصوص، او شنو هو بالنسبه لك الحل لتفادي هذه الدخلاء وهذه الظاهره خلينا نقول. لتفادي الدخلاء، نظن الدخلاء ما راحش يفهموا نفسهم هما اللي راح زعما ينسحبوا. فعلى انا نقول اصحاب القرار مسؤولين على هذا القطاع، سواء خاصه الثقافه، انه يعطوا شويه قيمه للثقافه الجزائريه وما يخلوش ما يشجعوش الدخلاء، هاد الناس هاد الفئه هذه ما يشجعوهمش. اكيد هذا يعني نقول ماشي برك تمني، يعني رجاء انه ما يشجعوهمش، لانه صدقيني هاد الامور الشهره هذه السريعه اللي نسموها اللي تركز على المشاهدات وتركز على اللي زابوني وتركز مش راح تدوم. واكيد انه راح نشوفوها انا نشوفوا في ناس يتظاهروا سنه ومن بعد يختفوا سنه. يقول لك ما يبقى في الواد غير حجاره وما يصح الا الصحيح. واكيد انه رانا نشوفوا الناس يعني ذات قيمه والاسماء اللي هي صح قدمت وصح ماهيش عندها واش تقدم فهي اللي راهي باقيه لحد الان. أكيد. ف رجاء انه ما يشجعوهمش وما يقدموهمش على الجمهور، يقدموهم هما يزيدوا يشجعوا ويقدموهم يعني بعد ما يكونوا فقط في ما ريش نقول لي مش موهوبين. الناس الموهوبه والناس مرحبا بها، الناس اللي راح تزيد ولا تدير يعني تجيب اضافه وعندها ان بلوس باش تقدموا، والله ما راني ضدهم. صدقوني ما تفهموش كلامي يعني راني زعما موجه للعامه هاد الناس. باش تزيدي تفهميهم احسن حنطرح لك واحد السؤال اللي اكيد راهو ينطرح بزاف في الاونه الاخيره للفنانين المخضرمين كما حضرتك. اذا لو كان يجيك عرض عمل خلينا نقولوا تمثيل وفي هذاك العرض يكون خلينا نقولوا مؤثر من تيك توك، إلا كان عنده المواصفات هذا واش راح تمثلي معه في حال إذا كان أنت تشوفيه داخل، أنت رأيك الشخصي تعرفيه وجاز عليك خلينا نقولوا البروفيل تاعو في رأيك أنت ماشي مقنعك، هل ترفضي العمل بسبب هذاك الشخص أو تعملي كوميم وديري الدور تاعك؟ صراحة أنا إذا كان على بالي بلي إذا كان قلت لك إنسان ما عندوش مقومات باش يكون في هذاك العمل، لا صدقني ممكن نرفض. لانه انا شوفي حتى في الحصص وين يكون الناس اللي ما عندهاش علاقه باش تجي لي انايا كما قلتي تمحي لي سنوات كاع اللي قدمتهم هكذا باش تظهري مع انسان، خاصه اذا كان عندك كما نقولوا مواجهه، يعني عندك في دورك ولا راح تكوني معاه مباشره، راهي كارثه. كارثه عظمى. عامل انه انا يعني الانسان هذاك جاز عليا في المواقع يعني ما نحبوش ولا ما تشوفيش كفنان، ما نشوفوش كفنان، ما نقولوش كشخص وانما كفنان. اكيد انه ما راحش نقبل. لا. قبل ما يخلص الوقت قولي كلمه في الكاميرا تاعك للناس اللي يحبوك، للعائله تاعك، لبناتك والزوج تاعك. نعطيك الكلمه. الجمهور نقول لهم اكيد هما الناس اللي يحبوني وساندوني من بدايتي، نقول لهم يعطيكم الصحه وشكرا على هذه المحبه الكبيره اللي راني نشوفها، خاصه كي نتلاقاهم برا ولا في اي مناسبه نقول لهم يعطيكم الصحه وشكرا والف شكر على الدعم تاعكم حتى الان، حتى اخر دقيقه اللي نتكلم فيها. العائله تاعي نقول لهم طبعا نحبكم بزاف وشكرا تاني دعمتوني شجعتوني وانتم اللي وقفتوني. وابنائي واش راح نقول لهم؟ نحبكم نحبكم بزاف وربي يخليكم ليا. امين.
وهذه هي. ربي يخليك ليهم ويخليك شكراً. للشعب الجزائري اللي يحبك شكراً بزاف. فريال، شكراً. الفنانه القديره، كان الله لي شرف يخليك. انه صادفتك اليوم، شرف الفنانه كان ليا. ناديه شكراً بارود. فريال. نتمنى لك ان شاء الله تزيدي تشعي اكثر الله واكثر في يخليك. سماء شكراً. الفن. شكرا. مشاهدينا نقول لكم احنا وصلنا الى نهايه عدد اليوم كتابكم كتاب المشاهير. المره الجايه وفي العدد القادم نقول لكم استنونا، لانه اكيد راح نجيب لكم كتاب اخر لفنان اخر ومشهور اخر. ابقوا اوفياء. قناتكم النهار تي في وبرنامجكم كتاب مشاهير. سلام.